بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين، وبعد. أسمحكم السيد رئيس الحكومة أن أناديكم فيما سيأتي باسمكم سي بن كيران، وكذلك بأن أتحدث معكم باللهجة اللي ولفتونا عليها، اللهجة الدارجة، وأيضا غادي نزرب شي شوية باش ما نضيع لكمش وقتكم. السي بن كيران، الموضوع ديال هذه الرسالة مفتوحة اللي كنتمنى تقراوها، كيتعلق بإصلاح صندوق التقاعد اللي كيهمني كموظف في قطاع التجهيز. ولكن قبل ما ندخل في صلب الموضوع، بغيت نولي السي بن كيران لداك الشيء اللي كتقولوه على المغاربه بانهم متفاهمين وكيصبروا وعارفين الصعاب اللي كتواجه الحكومه و هذه حقيقه. ولكن السي بن كيران، واش عمركم قلتوا لنا علاش المغاربه فاهمين وصابرين وكيضحيو؟ انا غادي نقول لكم علاش السي بن كيران، وهذه تبقى وجهه نظر بالطبع. المغاربه من الاستقلال وهو صار لهم بحال شي واحد تولد وما لقاش باه في مختلف الحكومات المتعاقبه، وذلك للخصوصية الانتهازية لمختلف السياسيين بدون استثناء. وكرر، للخصوصية الانتهازية لمختلف السياسيين بدون استثناء. وبقى من ذاك الوقت وهو كيقلب على بواه في كل منابر الاختفاء. وملي جيتو نتوما السي بن كيران، بان ليه بحال الا لقى بواه مختفون في شخص حكومة العدالة والتنمية، خصوصا وانه فيها ريحة مسلميت، وحنا المغاربة كنقولوا المسلم ما يفوتش خوه المسلم. ولهذا اللي درتوها السي بن كيران، الشعب المغربي كيقول لا شعوريا هذا بوانا وما يمكنش غادي يدير شي حاجه اللي غادي تضرنا. ولهذا الا زدتو في المحروقات قلنا ما فيها باس، درهم ولا جوج ماده مرض مع الوالد. وإلا زدتو في الضريبه نفس الشيء، وإلا زدتو في الحليب ولا في الخبز حتى هي نقبلوها من بوانا. المهم بفعل ظنه انه وجد اباه المختفي، اي حاجه بغيتو ديروها الشعب غادي معاكم. ولكن في نفس الوقت هذا الولد اللي عاش محروم من حنان ابيه لمده سنين كيستنى يشوف المحنه نتاع الوالد، يا ربي غير من العيد للعيد. المشكله وهو كيستنى يشوف هذه المحنه كيبان ليه باه غادي يضربوه في جداره الودن. وإلا الولد شاف باه غادي يضربوه في جداره الودن، بطبيعه الحال غادي يخويلو، ولا كاع غادي يدخلوا الشك، ربما يفكر يدير لا دي ان ليتاكد من صحه ظنه. وإلا وصلنا لا دي ان السي بن كيران كيخصنا نتفاهموا عليها. ولهذا انا غادي ندخل في صلب الموضوع. انا السي بن كيران، وملي كنقول انا ما كنهضرش على راسي، كنهضر على شريحه كبيره من الموظفين الذين هم في نفس وضعيتي. ملي السي قول حسن دار البرنامج ديالو نتاع مباشره معكم في موضوع وعلى على موضوع التقاعد، صيفط له واحد المايل وقراوه لاهميته، طبعا مشكورين على ذلك. من بين ما جا فيه واخا ما قراوهش كامل، انني وكنموذج لموظف مغربي ما خصكمش تطبقوا عليا داكشي اللي طبقته فرنسا على الموظفين ديالها، لسبب بسيط، هو انه لا مجال للمقارنه. على سبيل المثال هما كيخدموا في الكليماتيزور، انا الفروق اللي معايا في ازاحه الثلوج كلها ولا اغلبيتهم تصابوا بوزلهم في سن مبكره. ومن بين ما جاء ايضا في ذاك الميل هو أنه يجب أخذ الفئات العمرية بعين الاعتبار، وأنه إلا زدتو لواحد الفئة معينة في سن التقاعد، هذه الفئة اللي راها كتجيب 60 غير بالستارتر كما ذكرها أيضا البرنامج بنفس التعبير، مشكورا على ذلك. قلت إلا زدتو لهم سيكون مشروعا لقتلهم داخل مكاتبهم. هذه الفئة السي بن كيران اللي غادي نتكلم عليها سأتكلم عليها متخذا حالتي كنموذج وأستسمحهم في ذلك. أنا السي بن كيران دخلت ولجت الإدارة في سن في 79، بمعنى عندي الآن 35 عام تاع الخدمة ما كيجمعها غير الفم. ولجت الإدارة كتقني السلم 7، والآن الحمد لله ترقيت راني في السلم 11. غادي تقول لي مبارك ومسعود، غادي نقول لك السي بن كيران راني باقي تقني من 7 حتى ل 11، 8 9 10 11 باقي تقني، وهذا موضوع اخر خصو مناظره وطنيه. والسؤال المطروح السي بن كيران هو كيفاش وصلت للسلم 11؟ هنا غادي نخليك تسول المسؤولين على الامتحانات في مديريه الطرق. انا ما كنتهمهمش، بالعكس داكشي مزيان. علاش؟ وزاره التجهيز السي بن كيران باش تدوز من سلم لسلم كتشعفك، يعني خصك تستاهل. باش تدوز من 10 ل 11 على سبيل المثال كيخصك تكون النيت مهندس ديال بصح، بفضل الامتحانات اللي كتحط، ماشي دوك الامتحانات اللي على بالك ديال
اختر بين الموضوعين الآتيين. اللي بغيت نقول سي مكيران، راني تمرت باش نوصل خدمة لبلدي طبعا، وأذكر أنني لا أتحدث غير على راسي. باش تولي مهندس ديال بصح سي مكيران خصك تبات في الشوانط، لأنه ممنوع البوطون يدار في غياب الإدارة. والبوطون ديال لي طابلية مثلا ديال الضالات نتاع القناطير بالعربية ما خصوش يحبس. إذن خصك تبات مع العمال في الشانطي، وباش تبات معاهم باش تحضي ظروف الاشتغال هي ملائمة أم لا، وفي نفس الوقت تنسى أو تتناسى الظروف ديالك، هذيك ما عليهاش. وهذا الشيء سي بن كيران أين سيؤدي؟ سيؤدي إلى ما يلي، واعطيني خاطرك سي بن كيران. سنة 1990 أجريت لي عملية جراحية، من بعد ما مرضت واحد 5 سنين أجريت عملية جراحية بباريس، حيدوا لي فيها الأمعاء الغليظة بكاملها، أقول بكاملها، إن كولوبروتكتومي توتال يكومبري ريكتوم، وهي عملية لحد الساعة ما كتجرش في المغرب بالظروف اللي تجرات لي، لأنها لصعوبتها أولا، وثانيا ما كتجراش إلا ما ركبولكش اون بوشيت افي. ضروري يا سي بن كيران ظروف العمل عندها ولو جزء يسير من المسؤولية، يا ربي غير المسؤولية النفسية. وللإشارة فقط، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اللي هذا موضوع عاوتاني خصو حتى هو موضوع آخر، اركلني ورفض تحمل مصاريف العملية التي ناهزت 40 مليون سنتيم، بدعوى راني مشيت بدون أخذ لابريز اون شارج. والواقع أنه في ذاك الوقت كانت الأسبقية تعطى للي بغى يمشي يتسارى في شي أوتيل ديال 5 إطوال، وهذا الشيء أيضا يؤثر بالطبع سلبا. وشكون اللي خلص عليه هذا المبلغ سي بن كيران؟ من بعد ما كاتبته عدة جهات في المغرب بدون رد، وهذا موضوع آخر خصو مؤتمر وطني كنهضر على عدم الرد، في حين برية وحدة صفتها للرئيس الفرنسي ميتيرون الله يرحمه لأنه يؤمن بالله، وفي ظرف أسبوع وصلني الرد ديالو، ومن بين ما كيقول فيه جو في فير لو نيسيسير اي إلا في. هادو الناس اللي عندهم بنادم شي حاجة. وعرفت سي بن كيران اللي ما عندوش الأمعاء الغليظة كيفاش كيعيش؟ من الأحسن ما تعرفش. هذا المرض غادي يسبب لي من بعد في التواء الأمعاء، وبالتالي عملية أخرى غادي يسبب لي في تصلب جلدي خطير يصاحبني مدى الحياة. وفي ظروف العمل سأصاب بضربة شمس ادت لما يسمى بالشقيقة أو لا ميغرين حتى هي مدى الحياة، ثم بعد ذلك سأصاب بمرض الحساسية حتى هو مرض مزمن مدى الحياة. نخليك تحسبها سي بن كيران شحال من مرض مزمن، الله يعفو علينا ويعفو على الجميع. غادي تقول لي سي بن كيران اش جاب الخدمة للمرض، اش جاب الحساسية للتجهيز؟ غادي نقول لك سي بن كيران ملي دوز في طوموبيلتك على شي شانطي ديال لي زونروبي ولا اللي كنسميوه النيلو، ما تطلعش الزاج وتبلع نيفك وتزيد، لا، نزل وجلس معاهم معايا واحد 10 دقائق. ملي تشوف فرق ازاحه الثلوج في الظروف اللي كيخدموا فيها، شي نهار دير لهم شي كاسكروط وجلس معاهم واحد نص ساعه. الا سيت هاد غير جوج حوايج لن تستغرب سي بن كيران. كل هذه الظروف المرضيه تحديتها بالكد والجد الى ان عينت رئيس تقسيمه، وهذا المنصب مخصص للمهندسين بل لمهندسي الدوله حاليا. بالغته السي بن كيران بنكران الذات ونسيان الابناء والوالدين والاهل والصحه، ومن هذا المنبر كان اغتنم هذه الفرصه باش نلتمس منهم العذر جميعهم، وبالخصوص الوالدين الله يخليهم ليا. ومنذ ان عينت في هذا المنصب، اي منذ ما يزيد على 10 سنين، وانا كنشتغل 24 ساعه على 24 ساعه. السي بن كيران غادي تقول لي حتى هذه كي درت لها، غادي نقول لك السي بن كيران ملي كنمشي لداري راه عقلي كيبقى في الخدمه، وتابعني التليفونات في الدار. بعض المرات التليفون ساكت وانا كنسمعو كيصوني، بعض المرات كنركب الرقم باش نعيط لشي واحد حتى كيبقى يصوني وكنسى المره راني كنعيط. هاد الشيء سي لي كونسيكونس ديال لو ستريس. وحل الوناقش السي بن كيران في ظل كل هذه الظروف، اقصى ما يمكن من اقصى امنيه تكون عندي شنو هي نوصل لسن التقاعد اللي منصوص عليه قانونيا في القانون الاساسي للوظيفه العموميه، واللي هو 60 عام، ماشي 60 عام ونهار.
ونوصل له وأنا حي أرزق باش نعيش شي شوية مع وليداتي ومع والديا، والأعمار بيد الله. ولذلك السي بن كيران أنا ملي وصلت بقات لي واحد 4 سنين ولا 5 لانتريت، بديت في العد العكسي، بقات لي 4 سنين وشهر، بقات لي 2 عام و3 شهور، بقى لي 1 عام و10 شهور، بحيث حتى ولادي وصلتهم تدريجيا للمدينة اللي ناوي نستقر فيها إن شاء الله بعد التقاعد. والآن كنعيش غير أنا والزوجة ديالي، حتى النص ديال الفراش رحلته. بالله عليك السي بن كيران، كيفاش غادي يجيك النعاس إلا زدت غير نهار واحد على حالة بحال هاد الحالة ديالي؟ مثل هاد الحالات السي بن كيران ما تشاورش فيهم مع النقابات، ما تشاورش فيهم مع تشاور مع الأطباء النفسانيين يقولوا لك اش غادي يوقع. أما دوك النقابات حصول خلي جمل بارك خلاص، وانت راك عارف اللي كاين. حتى هذاك موضوع خصو ثورة وطنية. وإلا بغيت السي بن كيران، بغيت تعرف يعني بغيت تأكد من هذا الشيء كله اللي جا في هذه الرسالة مفتوحة، مدير الطرق يعرفني أعز المعرفة، ما نطولش عليك المسافة. السي رباح وزير التجهيز حداك يعرفوني ويعرف ما أقوم به ويعرف حتى حالاتي الصحية، وذلك بفضل شهادة السيد عامل الإقليم اللي كنشتغل معاه واللي كنشكره جزيل الشكر على ذلك، وأيضا بفضل السي رباح براسو، لأنه نزل عندي ماشي أنا اللي طلعت لعنده. واللي بغيت نقولها السي بن كيران بالعربية وتعربت، عندي 35 عام ديال الخدمة، أول مرة أجلس على طاولة واحدة مع وزير للتجهيز، وقد أصر هو بنفسه على ذلك إصرارا، ماشي لأن ماشي، وكنقول هذا الشيء على السي رباح ماشي لأنني أنتمي لأسرة تجهيز وبغي منه شي حاجة، ولكن غير باش نضرب به مثال لإعطاء الحق لكل ذي حق، باش نضرب به المثال لكثير من الوزراء اللي هما في وزارتكم يشتغلون بجد وكينزلوا العين المكان، منهم وزير الصحة الله يعطيه الصحة وغيرهما، وهذا يحسب لحكومتكم. ولكل ما سلف السي بن كيران، ملي تبغي تضرب اضرب وقرب، اضرب وقيس، وبالخصوص بدا بالتماسيح وحنا معاك. الا جاوك صعاب حاول تنشف عليهم غير ذاك المال اللي كيعوموا فيه وحنا معاك، ولا لا قدر الله عضوك واحتاجيت لشي حقنه ديال الدم نعطيوك الدم ديالنا. السي بن كيران حيد لانتريت البرلمانيين وحنا معاك، وقيس على ذلك وحنا معاك السي بن كيران. وما ختمت بها السي بن كيران راه ماشي باش نجرك تجي معايا ولا مع هذه الفئه اللي بحالي، وذلك لسبب بسيط، وهو انني واننا يوم والجنا الاداره سنينا لونجاجمون على أساس أننا سنمتع براتب المعاش عند بلوغ سن 60، ماشي 60 ونهار. وهذا القانون السي بن كيران اللي كيحدد بالضبط العلاقة بين الإدارة والموظفين ديالها منصوص عليه في الظاهر الشريف ديال 1958. وإلا بغيت تصلح الصندوق بالطريقة اللي راك باغي السي بن كيران، راه يخصك بعدا تبدل هذا القانون، وباللي تجي تبدلو ما ديروش في كوكوت، خلي حتى هو ينعس واحد العام في مجلس النواب وينعس واحد العام في مجلس المستشارين، باش على الأقل نكون أنا شديت لانتريت أنا وهاد الناس اللي بحالي. هذا فقط من باب أراسي يا راسي باش نقولها أنا ما يقولها شي واحد. ولهذا السي بن كيران أتمنى بل التمس منكم إعادة النظر في طريقة الإصلاح، وبالضبط التمس منكم العمل على استثناء من يستحق الاستثناء، ولو دعت الضرورة إلى طلب الإثباتات، وإحنا مستعدين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.